قامت شركة كيا موتورز بوضع حجر الأساس لمصنع هو الأكبر من نوعه في إفريقيا لتركيب سيارات هذه العلامة بمنطقة جرمة في ولاية بتنا، حيث من المنتظر خروج أول سيارة من المصنع شهر سبتمبر المقبل. تفاصيل الموضوع في سياق تقرير أحمد رشدي وسعيد حريقة. عشاق السيارات الآسيوية سيكونون شهر سبتمبر المقبل على موعد مع أول سيارة من علامة كيا مصنعة بالجزائر، حيث تم وضع حجر الأساس لمصنع هذه العلامة في ولاية بتنا. Le 1er septembre, nous devons avoir notre premier véhicule qui va sortir. Comme vous l'avez vu, on va sortir 4 types de véhicules. 3 véhicules passenger car, comme on dit, des véhicules passagers, plus un véhicule utilitaire. Comme on vous l'a dit, ce projet-là va créer à moyen terme 1500 postes d'emploi. Il va générer des emplois indirects aussi. Les emplois directs sont au nombre de 1500, mais les indirects, il faut multiplier par au moins 4 pour ça. المصنع بطاقة إنتاج أولية تقدر ب10,000 سيارة سنويا، على أن تصل إلى 100,000 سيارة بعد 5 سنوات، حيث تراهن العلامة الكورية على تغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير مستقبلا. Donc aujourd'hui, c'est la première étape qui est la pose de la première pierre, en présence de notre honorable assistance et tous nos partenaires. La deuxième étape sera tout ce parcours que cette usine prendra pour la construction avec une société chinoise d'une grande renommée et qui va prendre un temps très court pour la réalisation clé en main de ce projet. La troisième étape, c'est l'inauguration. سنة 2017 ستكون حافلة بالجديد في عالم السيارات، حيث سيتم افتتاح مصنع إيفيكو في البويرة وفولكسفاجن في غليزان وأخيرا كيا بباتنا، لترسم الجزائر مزيدا من النجاحات في هذا المجال. كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف كشف عن إطلاق عملية رقمنة الحفظ العقاري وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري. العملية تأتي في إطار رقمنة إدارة أملاك الدولة وموازاة مع رقمنة مسح الأراضي التي سيشرف على انتهائها قريبا. المزيد في ميكروفون فوزية مسعدي. واليوم ننطلق بصفة قوية في رقمنة الحفظ العقاري، وهي نواة أساسية في الأملاك الوطنية، بالموازاة بطبيعة الحال مع مسح الأراضي التي تتقدم أيضا فيما يخصها في رقمنة قطاعها، والانتهاء من مسح الأراضي إن شاء الله على المدى المتوسط البعيد أيضا، لأنه يتطلب وقت كبير. من جهته أكد المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة السيد جمال خزناجي أكد بأن مرحلة رقمنة الحفظ العقاري ستكون على مرحلتين ابتداء من هذا الشهر، وسيعمم على كامل الولايات والمديريات. قلت تتم على مرحلتين أساسيتين في تدومان لكل واحدة منهما سنة تقريبا، سنة ابتداء من مارس إن شاء الله. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، هي في حد ذاتها عندها 3 خطوات. الخطوة الأولى كملناها تقريبا، وهي قاعدة البيانات على الملاك. عندما نقول الملاك هما الناس اللي عندهم سندات مشهرة عندنا. كاين بعض الحائزين لعقارات، ولكن هما في طور، مازالهم في طور الحيازة، ما عندهمش سند.